اوعي تنشغلي بلحمة العيد والفتة وتنسي تخزين البصل دلوقتي ب5 جنيه. هاتيلك شوية وخزنيه قبل ما يرفع ويوصل ل50 جنيه. وافتكري اللي حصل السنة اللي فاتت، مش عايزين نغلط نفس الغلطة تاني. جبتلكم السر بقى من المهندس الزراعي، قال لي عليه هنقص البصل بالمقص وهنحط معلقة واحدة من المكون اللي هقولكوا عليه. وانسي بقى البصل لو قعد عندك بالسنين مش هيجراله اي حاجة وهيفضل زي ما هو. تعالوا بقى اقول لكم ازاي جبته ب5 جنيه وطريقة التخزين. بس قبل ما نبدأ نصلي على الرسول واكتبوا لي بتتابعوني من اي بلد، وانتوا بتخزنوا البصل بالطريقة اللي انا بقول عليها دي ولا بتعلقوه. عايزه اقول لك بقى ان انا اتفقت مع جارتي، رحنا سوق العبور وجبنا البصل وقسمناه بالنص. جبنا شويه احمر وجبنا شويه ابيض، علشان البصل الابيض انا بصراحه بحبه في الكشري وتحمير بقى للكشك والبصاره والحاجات اللي زي كده. تمام. طيب ازاي بقى نعرف مواصفات البصل بتاع التخزين؟ اول حاجه بعد ما احنا وزننا وقسمنا البصل بتاعنا انا وجارتي، بدأنا ننقضه الأول، ودي أول خطوة. ننقضه اللي هي بنلاقيها طرية أو بنلاقيها يعني العمر بتاعها مش هتعيش فترة طويلة، دي بنركنها على جنب علشان نستخدمها الأول. بتعرفيها ازاي؟ بتعرفيها بتتكي عليها من النص كده، لو لقيتيها يعني صباعك بينزل فيها أو يعني طرية شوية أو فيها حاجة القشرة اللي على الوش متشالة، دي كده بتركنيها تستخدميها الأول. بعد كده بقى بناخد البصل اللي هو سليم، وتلاقي البصلة كده مزقلطة وحلوة كده وتقيلة، بيبقى بصل صايم كده وحلو، ده هيعيش فترة طويلة معاكي. تبصي عليها من ناحية العنق كده تلاقيه مقفول، ويكون فيها الحتة دي اللي هي الراس بيكون فيها زي شعر كتير كده، ده بنقصه بالمقص. ليه؟ علشان ما يزرحش مننا ويعني ويفرغ بدري. تمام. طيب هنعمل بقى ايه تاني؟ هنجيب المكون ده اللي هو معلقتين من النشا، ومعلقة من الورق اللورا المطحون، ومعلقة من الشطة. هنقلبهم على بعض، ودي هتكون معانا مادة حافظة هنحطها على البصل بتاعنا بعد ما نعمل الحاجات اللي انا قلتلكوا عليها. زي ما قلتلكوا كده، اول حاجة بناخد الحتة اللي فوق دي اللي هي فيها الشوشة دي بنقصها بالمقص علشان ما تزرحش، دي خطوة مهمة جدا جدا. ومن ناحية العنق بنقوم جايين برمينها وقافلينها. لو انت عايزة تخزنيه في الشكارة ينفع تخزنيه في الشكارة اللي هي المخرمة زي الشكارة الحمراء دي، لكن شكاير مقفولة هتخلي البصل كله يضرب. وبتقومي جايه يعني فرداها على حاجه، وبتسيبيه بقى على حاجه مرفوعه سواء في البلكونه او على السطوح. اهم حاجه يكون مكان جيد التهويه، ما يكونش فيه شمس حاميه، وما يكونش فيه ميه ولا رطوبه ولا اي حاجه علشان يعيش معاكي فتره طويله. اما الطريقه التانية بقى ان انت هتجيبي قفص مخرم كده، وهتحطي البصل برضو زي ما انا بقول لكم كده. بنقوم جايين شايلين الشوشه بالمقص، وبنقوم جايين قافلين العنق اللي ورا بنبرمه كده علشان مفيش نمله تخش فيه من الفتحه دي وتبوظهولي بسرعه. ايه فايده الماده الحافظه اللي انت حطيتيها دي يا رشا؟ ايه لازمه النشا والشطه وورق اللورا؟ النشا بيمتص الرطوبه، والشطه وورق اللورا بيمنعوا وجود النمل اللي هو اساسا بيبوظ البصل.